ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزين بقى الناس اللي هي عشاق الزيتون المخلل، تعالوا نعمله النهارده باسهل طريقه. اهم حاجه نوع الزيتون اللي هتجيبيه، يعني لو اللي هو التفاحي ده ما بياخدش وقت كتير، هو كبيره 15 يوم او 20 يوم، لكن العزيزي ممكن يقعد بالشهرين وبالثلاث شهور. فاحنا النهارده هنعمل مع بعض الزيتون التفاحي. انا هنا كده جبت الزيتون بتاعي اهو، غسلته غسله كويسه، ويا دوب بديله فتحه بس صغيره كده بالسكينه، ما بفتحوش قوي. وهنا انا مجهزه كل حاجتي، هي جايبه كرفس وجزرتين، وده عصفر وحبه البركه، وعندي نص راس توم كده مقطعاها حلقات صغيره، وفلفل حامي، وده عصير ليمون. وانا برضو نخلي قشر الليمون ما نرميهوش. انا ما كترتش الفلفل لان هو طالع حامي جدا، فانا يا دوب خرجت كام قرن فلفل بس كده واحطهم مع الزيتون. احط حاجتي كلها هي بعد ما غسلتها غسله كويسه وشرحت الزيتون وعصرت الليمون، وده الفلفل ده حامي قوي فبلاش نكتر منه الناس اللي ما بتحبش المخلل الحراق. هنحط كل مكوناتنا كده على بعضيها، ونحط له اهم حاجه معلقه كركم. هنا هم ربطتين كرفس، وانا غاسله الصينيه بتاعتي برضو. وهنا ده التوم انا مقطعه حلقات صغيره اهو، ده عصفر وحبه البركه وكزبره ناشفه وكركم. وكل كيلو زيتون بياخد معايا 3 معالق ملح كبار. انا هنا جايبه 2 كيلو زيتون، هنحط 6 معالق ملح كبار. واهم حاجه بقى معلقه سكر برضه هنحطها بعد ما نحط الملح، وهنقلب كل المكونات دي مع بعضيها. معلقه السكر هتخلي لي الزيتون مش هيعمل ريمه من فوق ولا هيتهري معايا لو قعد معايا 3 4 شهور. دي معلقه السكر. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضيها. ودي هنا معلقتين هريسه شطه، دي احنا كنا مفرزينها برضو مع بعض. اهم حاجه بس تخلي بالك كده لاني اقلبي في حاجه عشان خاطر الفلفل حامي جدا. واهم حاجه برضو هنا دي رشه كمون، بس مش كمون ناعم، كمون خشن، بتدي الزيتون طعم جميل جدا. وده قشر الليمون اللي انا عصرته، هنحط شويه كده في قعر البطرمان من تحت، وننزل بقى بالمكونات بتاعتنا بعد ما كلها كده قلبناها مع بعضيها. سهل جدا وما بياخدش وقت. هحط برضو قشر ليمون برضو كده في النص، برضو ده بيستوي مع الزيتون بيبقى طعمه حلو. عامله بقى البطرمان بتاعي للاخر، وبرضو هحط قشر ليمون برضو من فوق، ده هيحفظهولي ما يخلوش يعمل اي ريمه. واهم حاجه انا قبل ما اعمل الزيتون او اي حاجه غليت ميه واسيبها تبرد. وده هنا عصير الليمون، كل كيلو زيتون برضو بياخد معايا نص كيلو عصير ليمون. وهنحط هنا شويه خل. انا 2 كيلو زيتون عملوا لي البطرمان الكبير و3 بطرمانات صغيرين. الميه هنا بعد ما بردت خالص، طبعا انا حاطه الملح وحاطه كل حاجه في الزيتون، فانا مش هزود حاجه تاني غير هحط على الوش الخل وشويه زيت على كل بطرمان كده من فوق. واهم حاجه برضو نجيب كيس كده بلاستيك عشان نبقى نقفله كويس ونضمن ان هو مفيش اي هوا داخله. ما شاء الله، والكركم بيخلي لونه في منتهى الجمال. هنقفل عليه كويس قوي، ما نفتحش عليه قبل 20 يوم. بصوا شكله عامل ازاي. انا على طول الطريقه دي بعملها كل سنه، والله بيطلع معايا في منتهى الجمال، وممكن يقعد معايا بالخمس ست شهور. انا اول ما بيستوي بروح مدخلاه التلاجة، وهي السر في معلقه السكر اللي بنحفظ بيها المخللات كلها. ويا رب تكون الطريقه عجبتكم، واحب اسمع تعليقاتكم. الف هنا يا حبايبي.